طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، معكم فيها حنان جلاني، وإلى العناوين. تقييم أعمال السيطرة على قزوة الجراد في جزر دهلك. بحث التنمية الزراعية في نقفة. سيمينار لرعاية المعاقين ذهنيا في عدخالة. نيامي تعلن تحييد 50 مقاتلا في بوكو حرام. سقوط صاروخين على قاعدة قوات أجنبية في العراق. وواشنطن وبكين تتبادلان الاتهامات بسبب نظرية المؤامرة حول فيروس كورونا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم في 15 من مارس اجتماعا لتقييم حملة السيطرة على إسراب الجراد في أقليم شمال البحر الأحمر خلال الأشهر السبع الماضية، وخاصة في جزر دهلك الأسبوع الماضي. ووضح الاجتماع الذي شارك فيه الخبراء الزراعيين وقادة الجيش المشرفين على العمل ومدير مديرية دهلك وغيرهم من المشاركين في أعمال السيطرة بجزيرة دهلك مشاركة حوالي 340 طاقة بشرية و8 خبير و6 سيارات وسفينة و3 زوارق للقضاء على إسراب الجراد التي كانت منتشرة في مساحة تقدر ب 226 هكتار. ووضح مسؤول تنمية المحاصيل في مكتب الزراعة بالإقليم السيد تسفيت قبرز قابيهير تفاوت ظهور الجراد في الإقليم سنويا من حيث الكثرة والانتشار، لذلك نقوم بأعمال السيطرة باستمرار، ولكن شهد هذا العام إضافة إلى الظاهرة السائدة قدوم إسراب الجراد من دول الجوار، مما ضاعف ذلك عملية انتشار الإسراب وصعب المهام أكثر. وأشاد السيد تسفيت بدور قوات الدفاع وخاصة القوات البحرية والتنسيق الجيد الذي أبدته إدارة إقليم شمال البحر الأحمر ووزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الطاقة البشرية الكافية والآليات الثقيلة والمبيدات الحشرية كانت من أهم جانب القوة. وقدم المشاركون آراء ومقترحات بناءة، منها تنظيم دورات تنويرية تساعد السكان الإبلاغ الفوري، وأن تقوم وحدات القوات البحرية بدورات مكثفة لتقديم المعلومات الآنية إلى الجهة المعنية، والقيام بالمتابعة الجادة فيما يتعلق بالمبيدات التي تم رشها مسبقا تفاديا من إحداث أضرار بيئية وصحية. دعا مسؤول الزراعة في مديرية نقفة السيد محمد صالح محمد على المزارعين للعمل بقوة للدفع بالنتائج الزراعية الجيدة في المديرية، وأشاد بأنشطة المزارعين لتنمية الخضر والفاكهة وإنتاج الألبان والعسل إلى جانب الزراعية المطرية، وحث لتمهيد الأراضي وتدريج المزارع قبل حلول موسم الأمطار. وقال في لقائه بالمزارعين إن إصلاح مساقط المياه وبناء الحواجز المائية والمدارات والتسميد يسهم كثيرا لرفع الإنتاج الزراعي، داعيا لتقوية جهود مكافحة اقتلاع الأشجار. وطالب المزارعون لتوفير البذور المحسنة والمعدات الحديثة. نظم في عدخالة سيمينار لرعاية الأطفال المعاقين ذهنيا. ووضح مسؤول فرع جمعية المعاقين ذهنيا في عدخالة السيد تادسي حقوس أن سيمينار هدف التعريف بالإعاقة الذهنية للمجتمع عامة وأولياء الأمور وتعليمهم أسلوب الرعاية الجيدة. وذكر بأن فرع الجمعية تضم حتى الآن 103 عضوا، ويجري العمل بوضع الخطط لتمهيد الأرضية لرعاتهم للاعتماد على أنفسهم اقتصاديا. من جانبه دعا مدير مستشفى عدخالة السيد سيراك دباس المجتمع لإيلاء المعاقين ذهنيا العناية الجيدة وعدم تعريضهم لمخاطر الطب الشعبي لعلاجهم، مؤكدا إمكانية تحسن حالاتهم إذا وجدوا العناية العلمية الاجتماعية المثلى. كما عقد اجتماع في عدخالة لتقوية التأهيل المجتمعي للمعاقين والمسنين. ووضح مدير مديرية عدخالة السيد عندمس خالد حنم في الاجتماع اكتساب الخبرة الكافية من الدراسات التي جرت وأنشطة التأهيل المنفذة حول المعاقين والمسنين.
شجعت مدرسة دبروة الثانوية 11 طالب حققوا النقاط العالية في امتحانات الشهادة الوطنية 2018-2019، وكذلك 37 طالبا حققوا النقاط من 85 إلى 100% في الامتحانات النصف السنوية للعام الدراسي 2019-2020. وقدم في المناسبة التي جرت في 15 من مارس مبالغ مالية وشهادات تقديرية للطلاب المحرزين النقاط من 3 إلى 4 في امتحانات الشهادة الوطنية، وجوائز تشجيعية للطلاب الصفوف 9 و10 و11 المحرزين النسب العالية. وقال مدير المدرسة الأستاذ جرز جهير برهي إن البرنامج يهدف تشجيع الطلاب المتفوقين وإرساء المنافسة الشريفة بين الطلاب. وأكد الطلاب أن التشجيع يدفعهم لمزيد من الجهد للتفوق التعليمي. وتوجد في مديرية دبروة 26 روضة أطفال و26 مدرسة ابتدائية و10 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية. نظمت في قلوج حملة نظافة بيئية أهلية لمكافحة الأمراض المعدية. وتهدف الحملة التي انتظمت بالتعاون مع شركة بدهو للإنشاءات العامة على دفن البرك والمستنقعات قبل دخول موسم الخريف وإزالة النفايات لتأمين صحة المواطنين والماشية. وأوضح المشاركون في الآراء التي أدلوا بها بأنهم يقومون بالنفير مرتين في الأسبوع للحد من النفايات المختلفة المنتشرة في بلدة قلوج، مناشدين لإعداد حاويات النفايات وتخصيص محل خاص لتجميع النفايات. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية أن 50 مقاتلا من جماعة بوكو حرام الجهادية تم تحييدهم خلال معركة دارت في منطقة تومور في جنوب شرق البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن عناصر إرهابية من بوكو حرام مدججة بالأسلحة هاجمت على متن حوالي 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور. وأضاف البيان أن الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح واحد في صفوف الجيش النيجيري وتحييد 50 مقاتلا من بوكو حرام. وهذا ليس أول هجوم تشنه بوكو حرام على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا والتي يستهدفها الجهاديون منذ 2015. ويتحصل مقاتلو بوكو حرام على ضفة بحرية تشاد الواقعة بين النيجر ونيجيريا وتشاد. سقط صاروخان على قاعدة عسكرية تؤوي قوات أجنبية قرب بغداد، كما أعلن الجيش العراقي في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع. واستهدف الصاروخان معسكر بسامية الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد، حيث يتمركز جزءا من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي. وتضم القاعدة أيضا قوات أمريكية وبريطانية وكندية وأسترالية تقوم خصوصا بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات. ومنذ أواخر أكتوبر استهدف نحو 24 هجوما مماثلا قوات أجنبية في العراق لم يتبناها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لكتائب حزب الله الموالية لإيران. وسينسحب الجيش الأمريكي في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين آخرين له في العراق. ويشير القرار بالانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لها في العراق إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد. ويأتي ذلك وسط توترات متزايدة مع الحكومة العراقية وإيران. تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بشن حملات لتشويه السمعة بعدم تحولات جائحة كورونا إلى موضوع خلافي جديد بين القوتين العظميين. وجاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم يتجاوز ما سجل في الصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو أبلغ في محادثات هاتفية مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي اعتراضه على استخدام بكين قنوات رسمية لإلقاء اللوم فيما يتعلق بكوفيد-19 على الولايات المتحدة. واستدعت واشنطن السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها على ترويج بكين لنظرية مؤامرة تشير إلى وقوف الولايات المتحدة وراء ظهور الفيروس لقيت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي. بدوره سعى بومبيو لتحميل الصين مسؤولية تفشي الوباء، وهو أطلق مرارا تسمية فيروس ووهان على سارس كوف 2 مخالفا بذلك نصائح الخبراء الطبيين وتحذيراتهم من أن ذلك قد يشكل وصما. الخبر الأخير في هذه النشرة: فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية قدرها 1.1 مليار يورو على شركة أبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة وإساءة استغلال الوكلاء الذين يبيعون منتجاتها. كما فرضت السلطات غرامة قدرها 63 مليون يورو على شركة تيك داتا، وغرامة 76 مليون يورو على شركة إنغرام مايكرو، وهي شركات تعمل كوكاكولا بيع بالجملة، وذلك لتواطئ مع أبل. وكشفت السلطات أن أبل والوكلاء المذكورين للبيع بالجملة عقدوا اتفاق بعدم المنافسة ضد بعض والتآمر ومنع الموزعين من التنافس بعدالة، وذلك من خلال طلب أبل من وكلاء بيع الجملة بيع منتجات الشركة بنفس السعر لمنع المنافسة، ويكون السعر موحدا بين متاجر أبل الحقيقية والإلكترونية وكذلك وكلاء بيع الجملة. يذكر أنه في فبراير الماضي فرضت فرنسا غرامة مالية بقيمة 27 مليون دولار على أبل، وذلك بسبب فضيحة إبطاء هواتف آيفون القديمة لدفع المستخدمين لشراء هواتف أحدث دون إعلامهم بذلك. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذه الفترة. نترككم مع باقي برامج الفضائية الإريترية في أمان الله ورعايته.